هو في الحقيقة اللفتة اللي عملها مارسيل كولر على صفحته الشخصية انستجرام من شوية ما خلتنيش استنى لحد ما اروح واعمل الفيديو من البيت. البوست اللي قدامكم ده رفعه مارسيل كولر من ساعة ونص او من ساعتين تقريبا على صفحته الشخصية انستجرام، وحاطط عليه مقطع صوتي للكابتن محمود الخطيب وهو بيقول النادي الاهلي ما بينساش وعوده، النادي الاهلي ما بينساش نجومه وتاريخه السابق الكلمتين اللي الكابتن محمود الخطيب قالهم في اول اغنيه الاهلي القمه. وده ان دل يدل على ان النادي الاهلي بيتعامل باحترافيه شديده جدا مع نجومه ومع اي لاعب او اي مدير فني بيرحل عن النادي. بجد شابوه لاداره النادي الاهلي. مفيش بقى حد بيطلع يشتكي النادي الاهلي في الفيفا، ولا حد بيطلع يروح يشتم في النادي الاهلي بعد ما بيمشي. لا، هي دي احترافيه النادي الاهلي في التعامل في اي ملف مع اي مدير فني بيمشي او اي لاعب بيمشي. وبنقول لكولر بالتوفيق فيما هو قادم ليك، وهتفضل في قلب جمهور النادي الاهلي، لانها هتظل في قلب جمهور النادي الاهلي المدير الفني الذي حقق للنادي 11 بطوله في موسمين. شكرا كولر، شكرا مجلس اداره الاهلي. تحياتي ليكم، السلام عليكم.